الحاجة المهمة زين انك جيت وزين اني فتحت موضوع الآسيوية معك والهلال بصراحة. خلينا صريحين يا شباب، انا في عندي مشاهد ونحترم المشاهد ونحترم الوسط الرياضي. عبد العزيز مريسي معي. لا تجمع في الصياغة. لا لا لا، انا اتكلم لا عبد العزيز مريسي، اقول زين انه جيت. طيب انت بتدعم الهلال في الآسيوية؟ طيب سألت خلاص اجاوب؟ لا خليني اجاوب. اسالني وجاوب بشكل سريع، يعني الاستفسار المهم والاساسي وخليك تجاوب. ممكن اكيد بتدعم وقلب الشروط. ترى على فكره من يوم لا انت بتدعم تحديدا من مباراه العين الاماراتي. طيب انا فرضا انا الحين انا هلالي وانا هلالي فعلا في النهائي الاسيوي انا ادعم الهلال. انا بمثل الصوت الهلالي معلش كوجهه نظر. تفضل. انا لو تسوي اللي تسوي يا عبد العزيز المريسي ما راح اصدق انك، اعذرني، ما راح اصدق انك تبغى الهلال يفوز على اوراوا. وليش؟ واحد، اولا هذا الرجل الاعلامي كان لبس حتى المرحله انه وصل لبس سيدني. معليش بصراحه صحيح. كان يطقطق وراح فرحان على رجوله واشياء، يعني كان سيناريو بصراحه ممكن انه حتى المشجع غير هلالي صحيح ما كان راضي عنه. اوكي لا كيف فجاه ما كان راضي عليه. انت غير تبغاني يا عبد العزيز المريسي اصدق الان؟ ترى مؤسسين رابطه سيدني. طيب مؤسسين كيف تبغاني اصدق انك انت تبغى الهلال يفوز بالنهائي الاسيوي؟ ترى ممكن انا اسوي نفسي مثالي واقول والله مصلحه الكره السعوديه وما الى ذلك. انا ترى على المستوى الشخصي كمقدم ما راح اصدق هذا. طيب ممكن اجاوب؟ ايه عطنا العلم. انت الحين سالت خليني اجاوب. سب وطالما انك انت فصلت خليني افصل. بالضبط تفضل. وقبل ما افصل انا بقول حاجه مهمه جدا ومن حيث ما انتهى خالد بخصوص موضوع الدعم الجماهيري. انا اليوم قرات في حساب الرسمي لشركه صله انها اعلنت عن مبالغ التذاكر لحضور المباراه، واقل تذكره ب 50 ريال مباراه النهائي. انا من وجهه نظري طبعا هذا حق للشركه ما تقدر تفرض عليها شيء طالما انها شرت الشيء هذا من نادي الهلال. لكن انا اشوف المبلغ مبالغ فيه. يعني 50 ريال اوكي مباراه مهمه هيحضر الجمهور، لكن مو كل الجمهور يقدر يدفع 50 ريال. صحيح. انا اتمنى ان تكون فيه اعاده حسابات من الشركه نفسها، يكون في اجتماع مع الاداره. ايش فيك تباحث؟ انا اقول انت الحين وصلت للمرحله يا رجل اداري. لا هو الرجل عاش الدور، هو عاش الدور. لا هو رايح بيشتري تذكره. هو كمان لا سم. اتمنى اذا ما قدروا الهلاليين يقنعون الشركه من انهم يصلحون التذاكر على الاقل يتم شراء جزء من، لانه مباراه مهمه جدا. جميل. عبد العزيز حسب معلوماتي حيكون دخول مجاني ان شاء الله. ان شاء الله نتمنى، والله نتمنى في شراء للتذاكر. نتمنى. هذا جانب. الجانب اللي حيرد عليك، ولا زلت وسأظل افخر بما كل ما قدمته، كل ما قلته ما ندمت عليه ولن اندم عليه لسبب ان تلك كانت مرحله، هذه مرحله مختلفه جدا. اعيد واكرر. كيف يحترم تسبيبه؟ طيب خليني اقول لك كيف. شو اللي اختلف؟ اللي اختلف ان وجود اكيد وجود العداله. يا جماعه انا بقول لكم حاجه، كلكم انتم كاعلاميين زملاء، ايش اللي كنا نطالب فيه ما تحقق؟ جاوبوني. ايش اللي كنا نطالب فيه في السابق وما تحقق الان؟ ايش كنت تطالب؟ كل شيء. عداله موجوده ولا مش موجوده الان؟ اول ما كان في عداله. مو بنفس كذا. شوف لا تربط لي باسماء راحت في تفصيل ترى يا جزاهم الله خير بيض وجيههم قد يكون مقصرين في العمل. سؤالك فيه تفصيل ترى. لحظه دقيقه بس لحظه عشان اكمل الموضوع. كنا نطالب مثلا بفتح الحكام الاجانب، انفتح. كنا نطالب بوجود عمل محترف من لجان اتحاد السعودي كرة القدم. الان تشوفونه محترف ولا لا؟ لا انا اشوفه محترف. لا انا ما اشوف انه محترف. طيب انت تشوفه كذا، انا اشوف الان بعضها انا اشوف الان العمل اختلف 180 درجه. طيب كنا انا من وجهه نظري واحترموا رغبتي ولا ابغى اذكر اسماء. انا اكثر اعلامي، انا اعتقد كذا ازعم اني اكثر اعلامي سعيد بهذه المرحله، واعتقد ان في اعلاميين او الاعلاميين مهتمين بالشأن بعض الانديه فرحين من اعلام معين
بهذه المرحلة. الآن الرؤوس تساوت بالفعل، الموس على جميع الرؤوس، ما عاد فيه، ما تحس أنت لا مشجع لا إعلامي لا متلقي، ما عاد تحس إن في نادي ممكن ياخذ شيء ما هو بحقه. طيب أنا هذه وجهة نظري. حلو. لهذا كنت أنا، وهذا على فكرة ممكن أربطها بالأحداث اللي قاعدة تصير الآن. في السابق كنا نفرح لما نجي نشوف مثلا أحد الأندية يأخذ صفقة على قولتهم دق خشوم من نادي معين، لأنه يرد على الأشياء اللي قاعدة تصير من تجاوزات على الأنظمة. الآن نجي نقول لا. الآن أنت المرحلة خلاص فاهمين إنه الآن العدل، وإنه تحس إنه في عمل منظم، وتحس إن الجميع راضي. مو بحث، هذا واقع. أوكي طيب بالنسبة بين الإحساس وبين الواقع. طيب وإنه الجميع راضي، لذلك أنا والله شفت عدل خلاص أنا بدعم الهلال. هي فعلا صح كذا؟ نعم، بس بقول لك حلو. في حاجة مهمة جدا. شوي بس لحظة. تفضل. طيب أنت الآن دعمك للهلال تدعم الوطن أو لا؟ طيب في وجهة نظرك. خليني أجاوبك. ما ابغى اجابه، شوف ما ابغى اجابه تروح لي ندور. لا لما تسالني مثل هالسؤال هذا لازم افسر. عموما هذا سؤالي لك. لما تسالني الهلال لو يلعب مع الاتحاد بيشجعه. قول. يعني بقول لك حاجه، الان لو لعب الهلال مع الاهلي في النصف النهائي صحيح بشجع الاهلي. نفس حلو. اعتقد هذا صعب. طيب اوكي زين، ما حد يقدر. بدينا نطلع عبد العزيز المريسي اللي نعرفه. لا من هذا تعرف هذا واقع. لا شوف محمد شوف، لازم نعرف شيء مهم. انا عشان يقتنع المشاهد. ما انا احترم وأقدر المشجع. اسمعني يا محمد، انا تعرفني، انا رجل ما اعرف اقول شيء تحت الهواء وفوق الهواء شيء كلام. كل دعابه ومزاح. لا بس بقول لك شيء محمد. انا يهمني كعبد العزيز رأي شخصي متواضع بالضبط. ولا تقبل ولا ما تقبل، انا بكيفكم. طيب انا يهمني نجاح هذه المرحله، يهمني كثير نجاح هذه المرحله. من نجاح انك تدعم، لان نجاح هذه المرحله تجعل الجميع متساويين كمرحله وطنيه طبعا. ما نرجع، ما وطنيه، هي اصلا وطنيه على الجميع. انا ما عندي استعداد كان اسم رئيس، ما عندي استعداد اني اعيش او ارجع المربع الاول. انا ما ابغى ارجع. يا جماعه لازم يقتنع المشجع الرياضي الاعلامي ان احنا الان نعيش مرحله انتقاليه تاريخيه.